السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بدون مقدمات كتير يلا بينا ننتقل على الفيديو علشان نطبق مع بعض خطوات اللوك اللي انتم شايفينه قدامكم. لو انت مهتمة عشان تشوفي طبقنا اللوك ده ازاي، تابعي الفيديو للاخر. وكالعادة بنبدأ كل مرة ان احنا لازم ننظف بشرتنا كويس، وانا نظفت بشرتي بغسول غرنيه، وبعدين استخدمت تونر من نيكس، وممكن تستخدمي انتي تلجة او مية ورد. وبعد كده استخدمت كريم ترطيب من كيو في، وبعدين استخدمت البرايمر من كات فون دي، وهستخدم الاي برو للحواجب من انجلوت درجة رقم 16، هي مدية على جراي كده حاجة بسيطة. وبعدين هحدد رسمة الحاجب بكاموفلاج من كريولان درجة رقمها 3D. وطبعا لازم احدد رسمة الحاجب كويس جدا علشان تطلع بيرفكت معايا. وبعد ما احدد رسمة الحاجب لازم ادمجها برضو كويس علشان ما يبانش اي تخطيطات معايا في الحاجب. بعتذر لكم بشرتي شحبة شوية لان انا تعبانة جدا، واكيد باين على صوتي، فبعتذر لكم عن الصوت وعن البشرة وعن كل حاجة. زي ما قلت لكم هنستخدم براش دمج علشان ندمج الكاموفلاج كويس. الكاموفلاج علشان تقيل ما بحبش استخدمه غير على رسم الحاجب. وبعد كده هستخدم الفاونديشن ده من كات فون دي درجة رقم 2، وهدمجها بالبراش. وبعد ما هدمج بالبراش لازم بحب ادمج الكات فون دي بالبراش علشان هو بحسه تقيل شوية في الدمج معايا. وبعد كده بعد ما بدمجه خالص لازم اعمل بالسبونشة علشان اي خطوط معايا من البراش احاول ان انا اكنسلها وما يبانش معايا اي تخطيطات خالص معايا. كالعاده طبعا مفيش اي توتوريال ميك اب يتعمل الا لما ندمر الطرحه ونطلع عينيها كالعاده. هشتغل بالسبونشة بتاعتي بتكون مندية، وبعدين هشتغل بالطبطبة علشان اكنسل الخطوط اللي موجودة من البروش. وبعد كده هستخدم الكونسيلر ده اللي هو الفاونديشن والكونسيلر من نيكس او NYX. الدرجة اللي انا استخدمتها كانت رقم 8، بستخدمها بس على الاماكن اللي انا عايزة اعمل فيها هايلايت اضاءة، اللي هي المثلث المقلوب وعلى الجبهة والنوز والدقن. وهدمج برضو بالبروش كويس علشان ما يبانش اي فيه تخطيطات. انا ما حطيتش كمية كبيرة من الكونسيلر علشان ما يبقاش المنظر فيه كلكعة كتير وكيكي، لان الكات فون دي اصلا التغطية بتاعته الفول كفر بتاعه كويس جدا. وبعدين هستخدم الهايلايتر ده من ريفوليوشن. الدرجة بتاعته كانت رقمها الدرجة بتاعته كانت رقم 5. طبعا زي ما احنا عارفين ان لازم الحاجات الكريمي كلها تتحط مع بعض، بعد كده بنخش على الباودر. هدمج برضو بالسبونج، ممكن تدمجي بايدك عادي جدا، مفيش اي مشكله. الاماكن بتاعت الهايلايتر احنا عارفينها، اللي هي الجبهه وعظمه الخد والدقن. هنا بقى التركايه اللي انا بحبها جدا، بحب كمان احط هايلايتر باودر فوق الهايلايتر الكريمي علشان يدي ضي اكتر ويدي ابراز اكتر. استخدمت الهايلايتر من اوفرا اللي هو على الاماكن اللي انا قلت لكم عليها. وبعد كده لازم اكنسل الخطوط بتاعه العين، وهنا استخدمت اللوز باودر من كريولان درجة رقم 1 اللي هي البديلة بتاعتها البيبي جونسون. وبعدين هستخدمها طبعا على المنطقة الأول حاجة فوق العين، وبعدين تحت العين، وبعد كده الأول تحت العين وبعد كده فوق العين. وبعد كده بعمل زي طبقة بحيث ان الفاونديشن لما يجي الشادو لما يجي يقع على العين ما يبوظليش الفاونديشن بتاعي. بعد كده هستخدم اللون ده كلون انتقالي من باليت فوريفر 52. البيجمنت بتاعتها وهم بجد، يعني انا فعلا بعشقها، يمكن طبقت لكم توتوريال ميك اب كتير جدا منها. استخدمها كلون انتقالي عند كسرة العين، وكمان على الجفن المتحرك حاجة بسيطة، وكمان هستخدمها على الجفن المتحرك من الخارج، وبدمج اللون من بره لجوه علشان عايزة ادي تمويجة للالوان كده تبان انها لطيفة. ونفس اللون اللي انا استخدمته كلون انتقالي هستخدمه برضو عند خط الرموش السفلي.
بعدين هستخدم اللون ده عشان انا ببدا اغمق الالوان درجه في درجه في درجه. وادمجوا الالوان براحتكم جدا، وخدوا راحتكم في دمج الالوان علشان الشادو يطلع بيرفكت ويطلع شكله حلو، ما يبقاش فيه اي تخطيطات. نفس الباليت استخدمت اللون الاسود ده، وزي ما انا اشتغلت بالظبط في الاول باللون الغامق، وبعدين حطيت اللون الاسود وبدي تدريجه للون عند كسرة العين وكمان فوق اللون الانتقالي. بعدين باخد بروش كده تكون مسحوبة علشان اقدر احدد رسمة العين من تحت اللي هو خط الرموش السفلي، ويدي معايا زي سحبة كده تبان لطيف. وكمان هستخدم اللون الشيمري ده من نفس الباليت برضو، وبدمج بقى ده اللون من جوه لبره. وبعد ما بدمج لازم اخد بروش تكون نظيفة ادرج تدريجة للالوان كلها على بعض. وبعدين استخدمت الرموش دي، الجزء ده اتقطع، استخدمت الرموش دي من اردل اللي هي الدبل اب، والجل ده اللي هو الجل لاينر استخدمته من انجلوت، ثباته تحفة وكل حاجة فيه تحفة. الجل استخدمته تقلت كتير جدا في العين علشان زي ما انتوا عارفين ان اللوك يبان خليجي شوية. طبعا اللوكات الخليجي بتبقى افظع من كده، بس انا بحس ان انا مش بيليق عليا الحاجات الميك اب الاوفر، فبخاف اعمله واحس ان انا عفريته. بس ان شاء الله هحاول اطلع لكم بتوتوريال ميك اب يكون قوي جدا، بس بقلق بصراحه يعني. ان شاء الله هحاول اعمله تمام. وبعدين استخدمت الماسكارا دي من ايفون، بس مش متذكره كان اسمها ايه، بس هي اسمها مارك تقريبا. وبعدين هستخدم لون الروج ده من باليت انستازيا، العشق والحب كله طبعا. ونفس الكونفلاج اللي انا استخدمته علشان احدد بيه رسمة الحاجب هو اللي انا استخدمته علشان احدد بيه رسمة الشفايف. انا هنا كبرت الشفايف، مش عارفة هي مش محتاجة بس اديناها فوليوم شوية علشان يبان اللوك صارخ كده وجامد. بس لازم تحددوا رسمة الشفايف علشان الشفايف كل ما بتحدديها كل ما بتبرز اكتر في اللون وبتبان صريحة اكتر. وبعدين استخدمت هنا الكومباكت باودر من ريفيلان، وبعدين استخدمت الكونتورنج ده من باليت انستازيا. استخدمت هنا كونتور باودر علشان انا بمل بصراحة من الكونتور الكريمي، بما انها جلسة تصوير سريعة فبمل من الكونتور الكريمي. زي ما انتوا عارفين الاماكن بتاعت الكونتور عند عظمة الخد وكمان عند الجبهة. والهايلايتر هستخدمه مرة كمان بقى اللي هي المرة الأخيرة في الأماكن بتاعتها من نفس الباليت بتاعت أوفرا، برضو استخدمت الهايلايتر. بتفرق جدا لما بستخدم الهايلايتر الكريمي وبعدين في الآخر بحط له الهايلايتر الباودر، بيفرق معايا جدا جدا في التصوير، بيبقى الشكل واللوك تحفة، بيدي زي ضي كده للبشرة فظيع. بعدين عايزة أقول لكم بقى إن البتاعة دي أنا جايباها أصلا يعني من محل ميك اب عادي، هي مش براند ولا حاجة، بس اللون الجليتر بتاعتها تحفة. كده نكون خلصنا اللوك بتاعنا. يا رب يكون اللوك عجبكم، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.